ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله وحشتوني قوي. ان شاء الله النهارده هنعمل اكل على قد الايد باذن الله، احلى من الكباب والكفته واللحمه والفراخ والسمك. انا عن نفسي بحبها، يا ريت الاقي حد بيحبها زي الاكله دي. هي البصاره، وهنعمل جنبها بتنجان مخلل، وان شاء الله اكله هتعجبكم، ومكونات على قد الايد. خليكم معايا دلوقتي يا حبايبي. احنا حاطينها على النار زي ما حضراتكم شايفين، وحاطينها بصلة متقطعة، نص ثوم مفروم، وهنسيبه يغلي. وقبل ما يستوي هنحط الخضرة، وهقول لكم التركة الحلوة اللي تخليه أخضر. ماشي، خليكم معايا اوعوا تزهقوا. ودلوقتي بنحمر البتنجان بتاعنا جنب البصارة. البصارة بتحب البتنجان المخلل أو الطماطم. والبصارة يعني نوع من أنواع الاقتصادية، جميلة جدا. طبعا نسيت أقول لكم نحط قرن فلفل شطة، هوريكم كده يا جماعة، خليكم معايا. وهنحمر البتنجان جنبي، ونحط البهارات بتاعتنا: فلفل، كمون، ملح، نعناع، مع الفول يستووا. ومعانا قرن شطة حلو أوي، هنقطعه معاه عشان يستوي فيه. دلوقتي يا حبايبي احنا حمرنا البتنجان، هنحمر البصل اللي هنحطه على وش البصل، على وش البصارة. معلش، احب ادعي دعوة ان شاء الله باذن الله ربنا يشفي كل مريض، ويشفيني عشان دراعتي وجعني. ماشي، ويا رب يشفي ابني. البصل انا حاطه عليه دقيق زي ما حضرتك شايفين كده، هفرده عشان الزيت. ونسيبه يتحمر، نرجع لكم تاني. قبل هنحط الخضرة، وهقول لكم التركية الحلوة ان احنا لما بنحط الخضرة اخر حاجة بتفضل محافظة على اللون، لكن لو احنا حطيناها من الاول مش هتعمل اللون الاخضر الحلو اللي انتوا عايزينه. ماشي، هتدبل وهيبقى شكلها وحش قوي. دلوقتي يا حبايبي احنا حطينا الخضرة اخر حاجة. والتركية اللي انا قلت لكم عليها في الاول ان احنا نحطها في الاول وفي الاخر عشان تبقى لونها اخضر اللي انتوا عايزينه بالظبط. لو حطيتها في الاول هتدبل ولونها هيبقى متغير وهيبقى مش حلو. ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين البصل بيتحمر، اللي احنا هنحطه على وش البصل. هنحمره ونطلعه، وهوريكم الشكل النهائي بتاعه. وطبعا زي ما قلتلكوا البتنجان بتاعنا ان مقلي، ان هنخلله بيبقى عبارة عن الدقة بتاعته: توم، فلفل حراق، شطة، كمون، خل، ليمون. الأربعة بنحطهم مع بعض، بهاراتنا كمان مع بعضينا، ونحشيه وارجع لكم تاني اوريكم شكله النهائي. ده شكله بعد ما حشيته، يعني يتاكل لوحده من غير حاجة، بألف هنا وشفا اللي هيكون ان شاء الله بإذن الله. ودلوقتي البصارة بعد ما حطيت الخضرة وخليتها تغلي شوية، ماشي 5 دقايق بالظبط، قفلت عليها وهنفرمها. عندك هاند بلندر افرميها فيها، ما عندكش هاند بلندر مش هنغلب، عندنا الخلاط نفرم فيه، بس نسيبها تبرد شوية وبعد كده نحطها في الخلاط نفرمها. وبعد كده هنحطها على النار تغلي غلوة بالظبط، ونروح قافلين عليها. خليكم معايا. بس كده، وزي ما قلت لكم بالظبط، ولا هنغلب ولا هنضايق نفسنا ولا هنعطل نفسنا. ما عندناش الهاند بلندر بالخلاط، بس الهاند بلندر انا بعملها وهي سخنه، لكن في الخلاط بنسيبها تبرد شويه عشان الخلاط ما يبوظ، ونفرمها فيه. خليكم معايا. دلوقتي البصاره اهي حطيتها تغلي على النار شويه ونقفل عليها. لو هي خفيفه يا جماعه
ما تقلقوش، سيبوها تغلي شوية، هتبخر المية اللي فيها وهتتقل. لو هي تقيلة خففوها بحبة مية، ولا تزعلوا نفسكوا ولا تضايقوا نفسكوا خالص، فانتوا اللي بتظبطوا. ماشي. بعد ما تغلي ان شاء الله وتتقل هنقفل عليها وهنزينها بالبصل وهوريكم الشكل النهائي بتاعها. خليكم معايا وتزهقوا. يا رب ان شاء الله اكون ضيفة خفيفة عليكم ان شاء الله باذن الله. وارجع تاني ادعي كل مريض يا رب يشفي كل مريض، يا رب يفضل كل بيت مفتوح بحس احبابه، يا رب ان شاء الله باذن الله يرزق كل واحد، يا رب يفرج على كل واحد، يا رب يتن الفرح في كل بيت مصري يا رب العالمين امين. دلوقتي يا حبايبي ده الشكل النهائي للبصارة بتاعتنا، وعملنا جنبها مخلل بتنجان وبصل، اللي حابب ياكل جنبها بصل. يلا يا حبايبي، اللي حابب البصارة يجيب يلا العيش بتاعه المحمص، العيش الطري والبصل اهوت، وتعالوا ناكل مع بعضين. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم وما تزهقوش من الفرجة بتاعتي، ويا رب اكون فدتكم بحاجة. وان شاء الله باذن الله استنوني ان شاء الله باذن الله في الاكلة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد.